الذي يتماشى مع برنامج ودادية خاصة في مكافحة الفساد، حيث رأينا في العهدة الثالثة أن هناك ترسانة من القوانين لمكافحة الفساد. فبعد دراسة عميقة لبرامج المترشحين الست، وجدنا في برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح الحر برنامجه يتماشى مع القانون الأساسي والنظام الداخلي في الجمهورية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية. لهذا نحن الآن بصدد مساندته والوقوف أمامه حتى إن شاء الله يكون البرنامج تاعه هو البرنامج تاعنا. الدعوة والتوجه. نعم، احنا خاصة راح نديروا تجمعات وراح نركزوا على العمل الجواري. العمل الجواري اللي هو يمد نتيجة أكثر من التجمعات، حيث نحث الشباب على التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أذار إن شاء الله، باش تكون نتيجة كبيرة لصالح الجزائر، ثم يكون لصالح مرشحين الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة. شكرا. هذه بالعباس واش من محطة؟ بالعباس المحطة الثانية. المحطة الثانية بعد غرداية. بالعباس المحطة الثانية بعد غرداية. إن شاء الله. بارك الله فيك. بالعباس راهم نشوفوا نشوف مع المنسق تاع بالعباس. يعطيك الصحة مدام. بارك الله. شكرا أخي. شكرا. جزاك الله خير.